الحمد لله الاهلي بيفوز على المقاولين، فوز تجاري، فوز كده بتاع الكلاحة الكروية. بس احنا مش طماعين، لان النهارده كان شعار المرحلة انتش واجري قبل ماتش صن داونز. النهارده بتاخد التلاتة بونت بغض النظر على الاداء، بغض النظر على الاخ شادي حسين. ده مش شادي حسين، ده شادي اللي كانت فيروز بتغني له. ده شادي ده يعني فيا كابتن شادي. هو انت عليك كمبيالات انت كمان، ولا الدنيا ماشيه، ولا انت مضايقنا فبتعاقبنا بالاداء اللي احنا بنشوفه في الملعب ده؟ ما تصحى معانا، ما تصحى معانا. ده انت لو موظف ومغصوب على الوظيفه هتعمل اكتر من اللي انت بتعمله في الملعب. الشوط الاولاني وجزء من الشوط التاني مفيش خالص، مفيش. وكابتن ايمن الكاشف بيقول لك المكنه ما جابتش قماش، لا ده المكنه جابت جاز. المكنه جابت طين. اما بيرسي تاو ده خدوه معاكم جنوب افريقيا وسيبوه هناك. قلت مهما قلت عليه الماتش اللي فات، النهارده بيحاول لكن ضيع كتير، لكن ضيع كتير. وكل ما الكاميرا تيجي عليه احس بالبؤس، احس بالحزن داخل حياتي. فامانه عليكم سيبوه في جنوب افريقيا ووفرنا له تمن التذكره. اما طاهر النهارده بيحاول، افتتح النهارده الموضوع بركله جزاء، دخل علول ظبط الدنيا. النهارده محمد هاني حاجه كده يعني ايه، من علامات يوم القيامه، حاجه من علامات الساعه ان محمد هاني يجيب جول. فالحمد لله. واحد يقول لي يا عم هاني مستواه ضايع، اقول لك دور على حسين الشحات. النهارده طاهر وعلول في الشمال، تحس ان بقى فيه كيمياء. اما ده معاه مين؟ معاه بيرسي تاو، معاه بيبسي تاو. فالحمد لله. اما الشناوي شال كتير، الشناوي شال كتير. والجول اللي المقاولين جابته، انا عايز اعرف ازاي لاعب وسط كل المدافعين دولت ويدخل جول كده عادي. ليه عندنا الموضوع بسهولة؟ لكن احنا لما نيجي نجيب جول بنحس ان احنا بنتحاسب حساب الملكين. لكن هتدورش على اي حاجة دلوقتي، سيب الدنيا تمشي. والنهاردة لا هتكلم على اداء ولا هتكلم على اي حاجة، كفاية علينا الفوز. ونتكلم بقى من الماتش اللي جاي. وركز معانا يا عم كولر، احنا بنشكرك النهاردة علشان بدأت تصحصح، بدأت تقفل ولعبت يعني بأتوبيس ورا بعد ما جبت الاتنين واحد، ولقيت الموضوع متقفل والماتش رخم وكلاحة كروية شغالة وبدأت تدافع. هو ده اللي احنا عايزينه. فنركز بقى في الماتش اللي جاي. وحذاري، حذاري من صن داونز. ده النهارده يعني او امبارح صن داونز فتحت التذاكر للجماهير ببلاش ببلاش، ولو جبت اتنين هتاخد التالت هدية. واحنا بيخش لنا 10,000 مشجع وبنسجد لله شكر. فسيبونا يعني ما علينا، فنركز ونسيبها على الله ونجتهد ونجتهد ونعمل اللي علينا وان شاء الله ربنا يكرم. اما النهارده طبعا يعني ماتش الهلال شفناه وماتش القطن، وكالعاده يعني الهلال ربنا كرمه، ماشيه معاه عنب، ماشيه معاه زي السكينه في الحلاوه. حلاوه ايه ده؟ ماشيه معاه سكينه في جاتوه، سالكه سالكه. الله يصلح حالكم. فينك يا محمد يشرف؟ ده واحد صاحبي يقول لك الله يصلح حالك من هنا يجيب ضلافها. ما تبص عليهم يا اشرف، بص عليهم ادولهم واحده الله يصلح حالهم، لعل وعسى يعني يتمنعوا من ان هم يلعبوا الماتش اللي جاي، تحصل اي حاجه تمنع ان الماتش يحصل، وشوف اي حاجه. المهم نركز ونعمل اللي علينا وان شاء الله ربنا يكرمنا. والنهارده زي ما انا قلت لا هتكلم على اداء ولا هتكلم على غيره. الحمد لله على النتيجه ديت، ونركز في اللي جاي وان شاء الله نشوفكم على خير. والزمالك بقى قصاد الترجي وربنا يسترها، ربنا يسترها. واكيد يعني بعد الزمالك اكيد هنتكلم وهشوف الدنيا تمشي ازاي. واشوفكم على خير بقى، واللايك والشير والاشتراك في القناة علشان دايما يوصل لحضراتكم كل جديد. تحياتي لحضراتكم.